انا متضايقه ان انا مضطره ارجع للمدينه بتاعتي بيب 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 والبحر في حواجز والحاجات دي. عشان كده احنا هنضطر ان احنا ناخد 3 ايام في دهب في رمضان. جماعه انا ماشيه، تعالوا سلموا عليا. بس انا ماشيه، معلش متزعلش. هما مستنيني عشان انا صايمه وهم يفطروا معايا. اوكي let's eat. So it's 45. يلا. Yeah. وترسل بصحتك؟ شكرا. صحتك. شكرا. شكرا. I didn't use ChatGPT. احنا وصلنا دهب. طلع المكان غلط، هنا اسمه دهب سكوير وشكله زي التجمع الخامس كده، عافاكم الله. فاروح اركب عربيه عشان نوصل للممشى بتاعنا اللي احنا نعرفه ده. الأوضة دي ب200 جنيه وهي نظيفة جدا. بصوا أنا في دهب، أنا في دهب. أنا مش قادرة أصدق اليوم اللي أجي فيه دهب تكون الدنيا بتشتي. ليه؟ الواحد عايز يستمتع ويتمشى ويعمل كل حاجة هو عايزها، الدنيا بتشتي. اوكي انا اتكعبلت كمان الدنيا. يا جماعه بصوا الممشى فاضي تماما. هو الساعه 8 بالليل مفيش حد. انا الساعه 8 بالليل ما كنتش بعرف امشي اساسا في الممشى ولا في اي حته في دهب. ازاي في هارت اتاك في دهب؟ مش فاهمه. لا احنا مقاطعين بالرأسمالية، سوري. لوكال بزنس اونلي. وصلنا عند الممشى الحقيقي ودهب من غير ناس تنداس عادي جدا. بصوا الدنيا فاضيه. يا جماعه شايفين الزينه المتعلقه دي هنا في الحته دي في الممشى؟ اجواء رمضانيه ذهبيه جامده جدا. بصوا انا عند ام منى اكلها كله بيتي تمام، والله اكلها حلو جدا واشهر واحده بتعمل اكل بيتي في دهب، فروحوا اشتروا منها. قدام سويد بتاع السوشي وابو احمد بتاع الفول قدام الصيدليه. يا جماعه بانيه ورق عنب والديزرت كل ده ب 150 جنيه. بصراحه الاكل مش غالي، وانا كمان بحب اشجع الناس المكافحه اللي فعلا بتعمل مشاريع جامده وليها اسمها. اكيد ما فهمتش. انا مش قادره اكمل النهارده، راعي استسلامي واعلن ان انا محتاجه اتفرج على المسلسل ده اكتر من كده. تصبحوا على خير، اشوفكم بكره الصبح في دهب في يوم جديد ومغامره جديده.